برج العذراء. برج العذراء الجميل الحلو الأمور اللي احنا دايما بنقول له يا عذراء انت برج ترابي، برج قوي، برج من الابراج العنيده، من الابراج اللي بتعرف تحقق امنياتها وعارفه هي عايز تعمل ايه، من الابراج اللي دايما عندها طموح، وعمليا من الابراج الناجحه جدا جدا جدا. بنقول لك انه الشمس موجوده في بيتك العاشر، وهنا بنقول لك انه ده بيت العلاقات. بنقول لك يا برج العذراء خلي بالك من علاقاتك. يعني ايه بقى؟ يعني الناس اللي عندها هشاشة في العلاقات، الناس اللي عندها مشاكل في علاقاتها الرومانسية، أو علاقتها في العمل، أو علاقتها مع مدير، أو علاقتها مع رئيس عمل، أو علاقتها مع شريك في العمل، خلوا بالكم إنه ممكن هنا يحصل انفضاض للعلاقة دي، أو يحصل انفصال في العلاقة دي. إحنا ما بنتمناش الانفصال لحد، بنقول يا رب بشرة خير للناس كلها، لكن أنا بنبه علشان الناس تخلي بالها. هل معنى كده ان دول كلهم او الناس كلها واقفه او اصحاب برج العذراء واقفين على انفصالات؟ لا، بس احنا بنحذر من ده. في ناس تانية من برج العذراء بقى ممكن يبقى عندها لقاءات مع شريك جديد، ممكن يكون في دخول لشريك عاطفي جديد، ممكن يكون في دخول لشريك مادي جديد، ممكن يكون في خير جديد داخل علينا. فاحنا هنا بنتكلم عن العلاقات عموما يا برج العذراء، خلي بالك منها قوي خلال شهر 6، لأنه الشمس موجودة في مكان شوية حساس بالنسبة لك اللي هو بيتك العاشر. وهنا بقول لك خلي بالك. الزهرة موجودة في برج السرطان بتاريخ 17 يونيو، يعني هي كل ده هتبقى برضو موجودة في برج الجوزاء. فخلي بالك لأنه برضو بيتك العاشر هنا احنا بقلق منه شوية. هو مش وحش على الإطلاق، هو بيت العلاقات، بيت توطيد علاقات. أنا بشوفه ممكن يكون توطيد للعلاقة، مش لازم يكون فيها انفصال، ممكن يكون فيها مصالحة، ممكن يكون في رجوع لأشخاص من الماضي، ممكن يكون فيها علاقات تبتدي تتوطد وتبقى أقوى وتبقى أحسن وتبقى فيها من الحظوظ الكويسة ويبقى فيها حاجات حلوة. لكن برضو ممكن تبقى معاكسة لده. عندنا عطارد برضو موجود في برج الجوزاء، فهنا عطارد بيعمل لك شوية توازن لأنه ده الشر. طارد المشترى بيديلك خير وبيديلك سعادة وبيديلك حاجات كويسة يا برج الجوزاء. فاقدر اقول لك ان انت يا برج العذراء، انا اسفة. فهنا ممكن اقول لك يا برج العذراء انت ممكن يكون عندك حاجات كويسة جدا جدا الفترة اللي جاية، لكن خلي بالك من حاجتين من علاقاتك خصوصا في العمل او العلاقات الرومانسية. وممكن اقول لك كمان ان انت تكون كنت عايز في سفر للشريك بتاعك، او انت قلقان من انه الشريك بتاعك يكون على علاقه اخرى مع حد اخر، فما تخشش في المشكله دي يا برج العذراء. خلي بالك بس من انه انت بتخشش في النزاع ده، لانه مش في صالحك. لو دخلت فيه ممكن يحصل معاك مشاكل ويبقى ضدك الدخول في حاجه زي كده. فخلي بالك من نفسك، ما تخشش في النزاعات. الدنيا هتظبط معاك جدا 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 ان شاء الله بتاريخ 20/6. انا الحقيقه شايفه من 17/6 كمان ابتدي اتفائل معاك يا عذراء، لانه في انتقال لبعض الكواكب وانتقال لبعض الحاجات هتروح على برج السرطان. برج السرطان بيدي لك دعم كبير جدا جدا. هتبقى الحاجه انتقلت لبيتك لبيتك التاسع، بيت الرزق الواسع. فهنا اقدر اقول لك هيبقى عندك ارزاق، هيبقى عندك خير، هيبقى عندك نجاح عملي ونجاح مادي. التراكمات اللي انت هتكون سايبها في شغلك او الحاجات اللي انت مش قادر تعملها ومش قادر تحققها دي اللي انت ممكن يبقى فيها شويه مشاكل بالنسبه لك، لكن الدنيا هتفك وهتبقى كويسه جدا جدا، وهتعرف تحقق اللي انت عايزه ماديا وعمليا وكمان رومانسيا. بس استنى لغايه يوم 17/6. اخر اي حاجه انت عايز تعملها اليوم 17/6. بلاش تبتدي في مشاريع جديده في الوقت الحالي، بلاش تبتدي في شراء حاجه جديده، ما تشرعش في شراء جديد في الفتره الحاليه. برج العذراء ممكن يكون عندكم سفر الفتره اللي جايه، وممكن يكون فعلا في ناس منكم دلوقتي على سفر، فممكن يكون عندكم رجوع لبلدانكم وتكون سفريه ايجابيه جدا جدا وتكون حاجه كويسه جدا لاصحاب برج العذراء الكريم الجميل الحلو اللي احنا كلنا بنحبه. برج العذراء حاول ان انت تهدي من روعك شويه، حاول ان انت ما تكونش عصبي، حاول ان انت تستقبل الاخبار او تستقبل الحاجه بصوره عقلانيه. انت دايما معروف بعقلك، معروف بانك انت شخص بتعرف توازن امورك، بتعرف تفكر كويس. فحاول ان انت تستخدم ذكائك في حاجه زي كده علشان ما تخشش في نزاعات انت في غنى عنها تدخلك في مشاكل انت مش عايز توصل لها. خلي بالك من نفسك يا برج العذراء. من شهر من 17/6 لغايه 30/6 الدنيا هتبتدي تظبط معاك جدا، وهيكون في توازن ايجابي جدا جدا في حياتك يا صاحب برج العذراء. فات الكتير ما باقي الا القليل، والدنيا هتظبط معاك جدا ان شاء الله باذن الله، والدنيا تبقى احسن حاجه معاك. ونتمنى لكم يا رب شهر خير وشهر بركه وشهر سعاده. معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والابراج والتارو.